Okay, prep 1 lessons 3 and 4 vocabulary. أول كلمة عندي كلمة orphan يعني يتيم. mountain أو mountain معناها جبل. city أو city يعني مدينة كبيرة. مدينة صغيرة اسمها town. قرية اسمها village. ركز لي في الثلاثة دول. تعالى في حتة فاضية كده واكتب لي الكلمات اللي أنا بقولها لك دي. يبقى city أو city يعني مدينة كبيرة. town يعني مدينة صغيرة. village يعني قرية. يا شباب انتوا هتكتبوا في الكتاب، انتوا عارفين كده ولا مش عارفين؟ يعني مش تاون مش بالال بالاي معلش. فعلا. اه مش. لا هي تي او مش تي دبليو او. تي او دبليو تاون. انما هي مش بالاي. تاون يعني اه فعلا. مدينة صغيرة. سيتي يعني مدينة. شباب انا كنت كاتباها صح. تاون. تي او دبليو في ايه؟ انا مش مركزة ليه. انا مش برضه اصلا مستغرب. تاون. وقرية فيليج. والساري يعني مدينة. كتبت كلمتين يا شباب ولا لسه؟ لا مش لو هقول لسه. على كايرو، كايرو هتبقى تاون ولا فيليج ولا سيتي؟ آه آه هتبقى مش تقريبا. لا. هتبقى سيتي يا ميس. سيتي سيتي يا ميس. كايرو. كايرو. سيتي مدينة كبيرة. سيتي مدينة كبيرة. سيتي يا حسام. تاون دي مدينة صغيرة. تاون مدينة صغيرة. طب مين يقول لي مثال على التاون دي هنا في مصر؟ تاون دي هنا في مصر وسط البلد يعني. حلوان. وسط حلوان البلد كبيرة يعني. برضو على فكرة. بس ممكن نمشيها لو هي حلوان بس حلوان بعيدا بقى عن الحتة التانية. اصل حلوان داخل معاها الصف وداخل معاها كفر العلو وداخل معاها كل المنطقة دي. مالناش دعوة مالناش بيهم، احنا بنتكلم بحلوان حلوان مالناش دعوة. اوكي. طب لو هقولك فيليج. فيليج زي ايه؟ الفيج. مين زي قرية الكاسح؟ دي في مرسى تاون مطروح دي. تاون. لا دي مش قرية. قرية الكاسح حاجة والفيليج دي حاجة تانية. ملناش دعوة بمرسى مطروح. الفيليج دي اللي هي عارفين القرى بتاعت الريف. اللي عارفة. هو مثلا يقول لك ايه قرية سيدي النمروس بقى ولا قرية مش عارف ايه النمروس. القرى اللي هي الصغيرة اللي بتبقى موجودة في عارف. الريف. اللي هي بيبقى عارف. جوها فيها خضرة كتير وناموس كتير. وجوها بيبقى كلين نظيف. دي اسمها فيليج. انما انما الكاسح دي يا قلبي لا دي مش فيليج. هو مش يعني ممكن مثلا نقول ايه ده مش فاكر. هو مش حضرتك مش الواجب اللي هو 30 31 ده مش. اصبر على الواجب بس شوية يا حسين. احنا دلوقتي ماشي. ايه شغالين الجديد لسه في اخر الحصة خالص. الواجب وكل اللي انت عايزه هنتكلم فيه. بعد كده عندي كلمة country يعني دولة او بلد. اتك مم. يعني صندرة. عارفين ايه الصندرة دي؟ عندهم اه بره يعني في التوي ستوري. بصوا. عندهم بره البيت بتاعهم بيبقى مكون من طابق واحد او طابقين ماشي. الطابق اللي فوق خالص ده في البيت ما بيبقوش ساكنين فيه. بيبقوا ايه عاملينه زي ايه مكان كده يخزنوا فيه الخردة والحاجات دي. فاسمه الكراتين. اتك يعني صندرة.
احنا عندنا في البيت على فكرة زمان كان في صندرة، يعني احنا في بيتنا، في بيت والدي زمان كان في حاجة اسمها صندرة. الصندرة دي كنا بنحط فيها بقى ايه؟ عجلنا القديم، نحط مثلا حاجات قديمة عندنا ممكن نستخدمها بعد كده، لو حاجة باظت ناخدها قطع غيار وكده. دي كانت عندنا بقى، مش في الدور الأخير، احنا كنا في شقة. فكان بابا عامل حاجة كده زي ايه، زي رف كبير شوية كده بين الحيطة وبين الأرض، يعني رف كبير شوية لأن زمان كانت الحيطان عالية أوي. كان اسمه الاتك. اتك يعني صندرة. اتك يعني ايه؟ حتى هو كتب صندارة. لك غرفة علوية للتخزين. adventure يعني مغامرة. adventure. كلمة تشار، التي يو ار اي اتنطقت تشار زي كلمة picture. adventure يعني مغامرة. بعد كده عندي كلمة correct يعني صحح أو صحيح. minutes يعني دقائق. communicate يعني يتواصل. conversation يعني محادثة، مش conversation يعني محادثة. والتي اي او ان اتنطقت شن، التي اي اي ان اتنطقت شن. يبقى انت كده خدت معايا تركيبات في النطق. التي اي او ان نطقتها شن، التي يو ار اي نطقتها تشر. how long كم المدة وكم طول، على فكرة بتيجي بالمعنيين. airport يعني مطار. بعد كده عندي كلمة add معناها يضيف. end يعني نهاية. goat معزة. one day ذات يوم. walk يمشي أو تمشية. موراكو دولة المغرب. موراكو. انجلاند دولة انجلترا. كيب تاون اللي هي كيب تاون مدينة جنوب أفريقيا. ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا. عمان اللي هي عمان. سويتزرلاند اللي هي ايه؟ سويسرا. سويتزرلاند. سويسرلاند. طبعا هو اكتبوا لي مش عارف. سيف على 32. اكتبوا لي سيف. هاتوا لي بقى هو 33. ثواني يا يا هو حسين. ثواني يا حسين. اكتبوا لي على 32 سيف. ثواني واسمعك. جدول طبعا اللي هو التصريفات ده قلت لك مهم جدا، مش هستخدمه السنه دي بس هستخدمه السنين الجايه. think thought fly flew flown. feel felt felt. hear heard catch caught. learn learned او learned. يعني ممكن احط لها اي دي وممكن اشيل الدي واحط تي، كلاهما صحيح. الفيرب learn يتعلم. airport يعني مطار. هو بيجيب لك هنا اللي موجود في السيتي واللي موجود في الماونتن، في الجبل. airport. hospital. park. shops. ومولز على فكرة المولات. الماونتن بقى او الماونتن في الجبال بيبقى موجود ايه؟ goats. sheep. birds. flowers. جدول المصطلحات ده اقرأوا معايا كده بعناية. adventure and exciting activity. مغامرة دي عبارة عن أنشطة شيقة. adventure. انت لو نزلت الشارع وجري وراك كلب فده حدث جليل، ده ممكن يبقى ادفنتشر بالنسبه لك ان انا طلعت اجري منه، ده الكلب كان هيعضني ورحت ناطط ماسك في السور، فده بالنسبه لك ممكن يبقى adventure. an exciting activity يعني نشاط شيق. goat a mountain animal you can eat or get milk from. بيقول لي الجوت ده المعزه دي هو حيوان جبلي ما تسرحوش، ممكن تاكل منه او تاكله يعني، او تحصل منه على اللبن. orphan a child with no mother or father. الأورفن دي معناها يتيم. الطفل اليتيم ده هو عبارة عن طفل ما عندوش أم أو ما عندوش أب أو ما عندوش الاتنين، بيتقال عليه orphan. orphan. city أو city a place with lots of houses, shops and people. هو مكان فيه منازل كتيرة، محلات وناس، وفعلا السيتي بتبقى أكثر ازدحاما من الفيلج أو التاون، تبقى الزحمة فيها كتير أكتر من القرية والمدينة. attic the top room in a house. the top room in a house. وركزوا عشان دي بتتكرر كتير. هي أوضة في أعلى البيت أو في قمة الهاوس، في قمة البيت، يعني أعلى حتة في البيت، فوق خالص في البيت فوق، مش تحت، عشان لو تحت هيبقى اسمها جراج. mountain a high area of land higher than the land around it. الجبل ده هي منطقة عالية
أعلى من اللاند يعني الأرض، من الأرض حواليها. كلمة old elderly أو aged. old يعني عجوز، elderly أو aged يعني عجوز برضه. small عكسها young. small صغير الحجم بتساوي كلمة little أو little، وعكسها كلمة big يعني كبير. قلت لكم الجدول ده جديد علينا، ما كانش موجود. pages 33 save. وهتحفظوا لي التعريفات مش هتقرأوها. تعريفات الاتك والتوب هاوس والسيتي والكلام ده تحفظوه. هاي بتساوي كلمة tall عكسها low. arrive reach get to وعكسها leave. important أو important. necessary serious unimportant. sad unhappy happy. difficult hard easy. بيقول لي المقطع un لما بضيفه على أول الكلمة بيبقى معناها عكسها. زي happy عكسها ايه؟ unhappy. important unimportant. المقطع full لما بحطه على آخر الكلمة بتديني الصفة. يعني لو عندي اسم بيوتي يعني جمال، زودت لها المقطع full بقت beautiful أو beautiful صفة جميل. الاي ان جي لما بحطها على آخر الفعل بجيب منها الصفة. زي كلمة exciting شيق. I feel excited أنا أشعر بالإيه؟ بالحماسة. I feel excited. exciting excited exciting exciting يعني شيق. اكتبوا لي homework على 34 عشان ما يجيش حد بقى قبل الدرس بيوم يقول لي الواجب ايه. 34 اكتب لي عليها homework. 34 اكتب عليها homework. وهات لي النوتس بقى دي. هو جاب لك اهو town و village، وجاب لك city و the country أو the countryside. هنا بيقول لي كلمة country لوحدها معناها دولة. زودت لها كلمة the country. يا ياسين تعدي لي ياسين وادي رقبتك عشان نام يا ياسين. شيلك من على وشك يا عبد الله لو سمحت، عبد الله شعبان. ويا حسين ما تسرحش. country يعني بلد. the country بقى معناها ايه؟ الريف. او كلمة the countryside يا عبد الله بقى معناها الريف. عبد الله سعيد. the country و the countryside بقى معناها الايه؟ الريف. city أو city يعني مدينة كبيرة. town مدينة صغيرة. village قرية. خلاص. كلمة sheep معناها خروف أو أغنام. يعني ميس يعني هي بتيجي مع الجمع والمفرد، هي كلمة لا تعد. ازاي يا ميس لا تعد؟ لا هو انت ممكن تقول الشيب يبقى معناها خروف واحد. two sheep خروفين. three sheep صلاة ما تسرحيش 3 خرفان. يبقى كلمة sheep ما بحط لهاش اس في الآخر. كلمة شيب اللي معناها خروف ما بحطلهاش اس في الآخر. أقول لك أشيب فأنا فهمت أنت بتتكلم على خروف واحد. بعد كده بيقول لي sheep have wool on them. الخرفان عليها صوف. with حرف جري ليدل على الملكية بمعنى لديه أو عنده. a child with no mother. with no مش مع مامته، لا عنده ما عندوش يعني. with no يعني ما عندوش. يبقى with هنا with هنا جات لي بمعنى ايه؟ عنده مش مع. البروبوزيشنز ده حفظ. الجدول اللي تحت ده اكتب لي عليه سيف. 35 right to بيجي بعدها الفعل infinitive. البي اللي عندي دي معناها am او is او are. lots of او a lot of معناها كثير من. take وبعدها وقت to معناها يستغرق وقت لكي. take time to مثلا take time to make dinner. أو take 3 hours to make مثلا a model. استغرق 3 ساعات عشان يعمل نموذج. feel بيجي بعدها صفة زي ما قلت لك I feel happy أنا أشعر بسعادة. يا عبد الرحمن، يا سارة، نعم يا ميس. لو سمحتوا ركزوا هنا.
والله مركزين. catch a plane يعني يلحق بالطيارة. come home يعود للمنزل. make a video call يجري مكالمة هاتفية على الفيديو أو يجري مكالمة فيديو زي اللي احنا عاملينها دي. walk in the mountains يمشي في الجبال. would معناها يريد. away from بعيدا عن. think of بيجي بعدها الفيرب ing. think of بيجي بعدها الفيرب ing يفكر فيه. at the end of في النهاية. in the summer فصل الصيف. communicate with يتواصل مع. at the top of في قمة كذا وأقول قمة إيه. live in يعيش فيه. live with يعيش مع. compare ميس with ما اعرفش كلمة يتواصل معاه بتتنطق ازاي؟ كلمة إيه يا عبد الرحمن؟ يتواصل معاه. communicate with. ماشي يا ميس، شكرا. compare with يعني يقارن به. الجدول ده سمعه كامل الحصة الجاية إن شاء الله لأنه ميس وود يعني ايه؟ مين؟ وود اللي هي فين؟ expressions آخر كلمة. يقارن به compare with. compare يعني لا يقارن with. لا الجدول اللي قبل. live with يعيش وود. مع. I لا live وود. with my mother. أنا عايشة مع مامتي. I لا live لا in a بقول mountain. الجدول اللي هو expressions ده الناحية التانية آخر كلمة. would اه. اه. يريد. يريد أو ينبغي تيجي بالمعنيين. would يريد خليها يريد. يا جماعة أنا قلت أهو الجدول ده هسمعه كامل مش هسيب منه كلمة. يتسمع لي بحروف الجر بتاعته. جدول كامل إن شاء الله بتاع تعبيرات وحروف الجر. هسمعه كامل وههزق عليه وهمسح بكرامتي اللي مش هيحفظ الأرض. ومش همشي بالترتيب. حاضر يا ميس. انا مش اصلا يا ميس والله لسه شايف الشرح حالا لان انا عندي النت لما تدي السنة تفصل بتشتغل مش ثابتة على الحل. طيب ماشي يا حسين. يلا يا شباب هنعمل زي المرة اللي فاتت حد هيقرأ والتاني هيترجم وحد هيقرأ والتاني هيترجم. اوكي يلا يا جنى. my family My family lives in Cairo, but my dad work in Paris, France. work or He works. works in Paris, France. He goes to from the airport, أو France. France. He goes to in the airport, to the airport, airport. airport on Sundays, and he catching a plane catch to مش catching. catches. catches a plane to Paris. to Paris. Uh, to it to Paris. to Paris. It takes 5 hours to fly there, and then he catches a plane home to Egypt وقف on on Thursday's evening. وقف لحد هنا. Friday. يلا يا ياسين ترجم. عائلتي عايشة في القاهرة، القاهرة ماشي. لكن بابا عايش بيشتغل في باريس. ماشي. باريس دي فين؟ في فرنسا. تمام. آه، هو هو بيروح المطار كل يوم حد. هو بيروح المطار يوم الأحد. ماشي كل يوم حد صح عشان في اس في الآخر. and he اه، catches the plane بيمسكها من قفاها ولا بيلحقها ويركبها؟ بيلعب كده. تمام. باريس. آه، التذكرة بتاعتها لا مفيش تذكرة خالص. it takes 5 hours to fly there. رحلة الطيران fly there دي مش معناها انه بيطير بجناحاته. رحلة الطيران بتستغرق 5 ساعات 5 ساعات. عشان يروح لباريس. ها. اسمه ايه؟ and then he آه، catches a plane home to Egypt on
Thursday evening. بعد كده بيك اب الطيارة اللي راجعة فين؟ للوطن. هوم هنا مش معناها بيك. الوطن اللي هو ايه؟ مصر. يوم الايه؟ Thursday ده اللي هو يوم ايه؟ يوم الثلاث. ماشي. evening مساء الثلاثاء. مساء الثلاثاء. he works hard. احنا قلنا work hard معناها ايه؟ لسه هو عشان وقفت لغاية هنا. عمل جاي اقرأ بقى. اقرأ يلا يا ياسين. he works He works, he works very hard on Thursday. We play football in the park and we play chess. I love my dad and I am happy when he is at home. برافو. يلا يا عبد الله ترجم. he works very hard يعني ايه؟ العمل صعب جدا. لا العمل مش صعب جدا، ده expression على بعضيه وسمعته الحصة اللي فاتت وقلنا work hard معناها ايه؟ بس يا جن. work hard يعني ايه يا عبد الله؟ work hard يعني يعمل بجد يا عبد الله. نحفظ الكلمات عادل قلت. he works very hard. on Saturdays we play football in the park. يوم السبت بيعملوا ايه؟ بيلعبوا كرة القدم في الحديقة. برافو. and we play chess. وبيلعبوا الشطرنج. I love my dad and I'm happy when he's at home. أنا بحب مين؟ آه، بابا عندي ماي I am happy. بكون هي سعيدة مبسوط when معناها هنا بمعنى عندما. he's at home لما يكون في الايه؟ في البيت. في البيت. يلا اقرأ يا عبد الله. my grandmother My grandmother and grandfather live in South Africa. أفريقيا. إيه؟ أفريقيا. They live next to the beach in Cape Town. They have a beautiful house. كمل يا Yes. عبد الله. we go We go and visit them, but it is a long way. It way. takes a long way يعني طريق طويل. long way. It takes 20 Takes 12 hours. to fly there. There. My grandmother and grandfather live in South Africa. They live next to the beach in Cape Town. They have a beautiful house. We go and visit them, but it's a long way. It takes 12 hours to fly there. يلا يا حسين. مثلا المفروض ان نترجم. عبد الرحمن صح عبد الرحمن معلش. جدي وجدتي عايشين في في مكان في أفريقيا. لا ده مش مكان في أفريقيا. ساوث أفريقيا يعني إيه؟ ساوث يعني إيه؟ عكسها نورث. عكسها إيه؟ ساوث. جنوب جنوب أفريقيا. هم عايشين جنب الشاطئ. المدينة اسمها بقى إيه؟ كيب تاون. كيب داون. في مدينة اسمها كيب داون. They have
هم house. ل- آه، عندهم منزل لطيف أو عايشين في منزل عندهم منزل لطيف. جميل يعني. we go and visit them. we go and visit them. نحن بنزورهم. آه، بنروح نزورهم but it's a long way. a long way يعني طريق ايه؟ الطريق طويل. طويل. it takes 12 hours to fly there. بناخد يعني takes مش معناها بياخد، معناها بيستغرق. بيستغرق 12 ساعة عقبال ما نوصل لهم. تمام، يلا يا سارة. لا انت يا عبد الرحمن اقرا. I I take to them I talk not take. I I talk to them on the phone, but they don't have a computer, so we can't make a video call. I would I like would to like I would like أنا أود أن to see them. I would like to would not see wild. Lila silent. would like. I would like to see them every day, but I can't. وقف. I talk to them on the phone but they don't have a computer. مش كمبيوتر. computer. So we can't make a video call. I would like to see them every day but I can't. ترجمي يا سارة. أنا أتكلم يعني ماشي. آه، أنا مع بكلمهم على الإيه؟ على التليفون، مم. لكن هما اقعدي عندي يا بيمسكوا جنى. ما كمبيوتر عندهمش إيه؟ تليفون ما عندهمش تليفون ولا ما عندهمش كمبيوتر؟ كمبيوتر تمام. كمبيوتر مم. so we can't. نحن نستطيع أن نتكلم فيديو. ما بنعرفش نكلمهم فيديو. ما ما بنعرفش نكلمهم فيديو. هو انا يا عبد الله يا سعيد انت قافل الكاميرا ليه خير؟ الو. ايوه يا حسام، عرفت تدخل تمام خلاص؟ كده يا ميس. تمام. لما حضرتك خرجتيني التابلت كان عايز يتعمل له ابديت. مفيش مشكلة يا حسام. يلا. يلا يا سارة اقرأي. انا عايز اشوفهم كل يوم لكن انا مش هقدر. يلا. حسن. أقرأ إيه؟ اهي reading دي. حسن. My family lives in Alexandria, but my dad doesn't work. الكسندريا مش الكسندريا. الكسندريا. حرف الاكس ليه Alexandria. 7 اصوات منها الزه والكس كنا شاحنينه بس البطارية بدأت تضعف. والجا على فكرة. but سارة سامعاني؟ نعم. حرف الاكس ليه 7 اصوات. أيوة. Alexandria. Alexandria. But my dad But my dad doesn't work in Egypt. He works in London. He goes to the airport on Sunday evenings and evening مش evenings. evening. ثواني. even and he catches a plane to England. Switzerland. وقف يا سارة. وقف يا سارة. وقف يا سارة. حسين. نعم. ترجم. حسن. طيب. عبد الله يا سعيد شغل الكاميرا. انا حسن. عيلتي بيعيشوا في اسكندرية. لكن بابايا ما بيعملش ما بيعملش في مصر، وهو بيعمل في لندن. وهو بيروح المطار
كل بيروح المطار يوم مساء كل الغد حد. المساء كل حد. وكمان إن هو يركب بيلحق الطيارة بتاعت ميعاد، ايه؟ بيلحق يركب ميعاد الطيارة بتاع إنجلترا. انجلترا. يلا اقرأ يا حسين. he comes home He comes home on Thursday every evenings. On Saturday I don't. evening. On Saturday, I don't go to school and my father doesn't work. We play chess or we go to park. And Sunday morning we go On Sunday mornings we go swimming. morning we go swimming. My brother is 3 and he doesn't swim. He watches us. اوكي، ترجم يا عبد الله سعيد. انت بعديه حسام. فاهم. هو بيرجع البيت يوم الخميس، مساء يوم الخميس. يوم السبت انا ما رحتش المدرسة وبابايا ما راحش الشغل. احنا لعبنا الشطرنج ورحنا الجنينة. ماشي. تمام. يعني هنا، يعني يوم الأحد الصبح يعني احنا رحنا سباحة هنا. يعني أخويا عنده فري. he he doesn't، يعني هو ما يعرفش يعوم. هو عنده 3 سنين ما بيعرفش يعوم. he watches us. هو بيعمل ايه؟ هو يعني هو بيتفرج عليه. ماشي، برافو. يلا اقرأ. هايدي. Heidi is the story of an ثواني orphan. ثواني ثواني، معلش يا عبد الله. حسين وسارة وجنى وياسين، اتعدلوا وركزوا والكاميرا ما تتقفلش. مش عندنا الكاميرا مش مقفولة. انتوا مش معدولين، انتوا بتنام انت واختك. انت وجنى أنا عارف. بتناموا، تعدلوا. حسين، الكاميرا فين يا حسين؟ حسين محمد. مش هقول تاني. كمل يلا يا عبد الله. Heidi انت قافل الصوت يا عبد الله. طب علي صوتك كده او قرب من المايك. Heidi is the story of an orphan girl. She goes to live with her grandfather in Switzerland. Her grandfather is an old man. He lives in a small house in the mountains and he has lots of goats. Heidi sleeps in a bed in the attic of the house. She drinks goat's milk and eat bread and cheese. وقف. ستوب. ترجم يا حسام اللي هو قرأه ده ايه؟ هايدي بنت يتيمة. ماشي. بنت عايشة مع جدها راحت تعيش في مع سويسرا. جدها فين؟ في سويسرا فين؟ جدها راجل عجوز. مم. هو عايش في بيت صغير في الجبال. ماشي. هو عنده معيز كتيرة. هايدي بتنام في اسمه ده في سرير في الصندرة. و- وعايشة في البيت بتشرب لبن المعزة وبتاكل عيش وجبنة. برافو، اقرأ عشان جانا هترجم بعديك ان انت هتقرأ. every day. Every day she walks in the mountain with the goats, her grandfather, and Peter. Peter. Peter مش بيتر، هو Peter. اسمه بيتر. Pe- Peter. بيتر ده صاحبها. she sees. شفنا. اه شفت، ده She كان فيلم sees فعلا. birds. Uh, she sees birds and flowers. She is very happy. But on day Heidi one day. on. one day. But one day Heidi's aunt arrives.
arrives and take her to the city. Heidi doesn't like the city and she is very sad to be away from her grandfather. Peter and the goats. Heidi has. Heidi has a lot of adventures in the city. ترجمي يا جنى. كل يوم هي بتاخد تتمشى كل من يوم ايه؟ على الجبال مع الماعز مع مين بقى؟ مع جدها وبيتر. وبيتر. She sees birds. تسرحش هي عبد الله يا سعيد. شافت طيور وورود. هي سعيدة جدا. وفي يوم من الأيام مام هي بتشوف الورود والايه والطيور وهي مبسوطة جدا. في يوم من الأيام عمة هايدي، الاسم بتاعت الملكية، عمة هايدي أو خالة عمة هايدي drive هايدي and take her to the city. وصلت وخدتها للإيه؟ للمدينة. ها. هايدي doesn't like the city. هايدي محبتش المدينة. آه، she very وهي حزينة جدا to be away from عشان her grandfather، عشان هي بعيدة عن مين؟ جدها بيتر and the جدها goats، عن جدها وبيتر والمعيز. والمعيز. Heidi has هايدي lots of adventure in the city. هايدي عندها مغامرة في المدينة. أيوة، عندها مغامرات كتير في المدينة. 37 اكتبوا لي عليها homework. 37 38 homework. تمام. في واجب تاني يا مين؟ 37 38 واجب. نعم يا تمام. حبيبي. احنا اصلا مش المفروض امتى بس عشان عندي بعد دواء. هات الدواء هو تعالى. انا كده يعني. هات الدواء تعالى. لا انا مين الحقنة دي لازم اخدها في المستشفى. طب خلاص احنا هنخلص على 11 ونص ان شاء الله يا حسين. طيب. انا بيقول لي سؤال: do you listen to music does she play chess. السؤال بدأ بدو او بدز، بدأ بفعل مساعد ولو السؤال بدأ بفعل مساعد اجابتي عليه تبقى لا اما ايه لا اما ايه يا شباب. يا اما يس يا اما Yes or no. yes or no. طب yes or no بيجيب بعدها الفعل المساعد. يعني مثلا do you listen to music اقول له yes I am ولا اقول له yes I do ولا yes I can. Yes I do. ليه؟ عشان السؤال بدأ بايه؟ بدو. بدو. يبقى لو بدأ السؤال عندي يا عبد الله ركز معايا في دي بفعل مساعد do does am is are was were will، اي فعل مساعد بدأ لي السؤال بيه ومعناه هل، اجابتي بياخد فيها الفعل المساعد. عشان كتير جدا وانا بصحح سؤال الدايلوج والميني دايلوج بفوجئ بناس بتروح جايبالي الايه التجاوب يس اور نو وتجيب لي فعل مساعد من حتة تانية خالص. طبعا ده مهارة الكتابة. بيقول لك هو مديلك جمل بس يعني انا ايه يعني دي اقرأها بس بعينيه، اقرأها بعينيه. انا بالنسبة لي مهارة الكتابة دي انت ازاي تتعلم تكتب جملة وبعد كده تكتب ايه باراجراف. مهارة القراية دي ده اكتب لي عليه قراءة. page 39. تعالى لي بقى عند page 40 اكتب لي عليها homework. التو باراجرافز يا شباب، الناس اللي بتكتب لي الباراجراف 6 جمل و7 جمل. بصوا انا عارفه ان الازهر، انا بكلم الناس بتوع الازهر دلوقتي، انا عارفه ان الازهر انتوا مش مطالبين بجمل كتير بس معلش انا ما عنديش حاجه اسمها ازهر وتربيه وتعليم. هتكتبوا باراجراف طويل، اقل حاجه في الباراجراف يعني اقل حاجه 15 جمله ل 20 جمله، ما يكتبليش اقل من كده لو سمحتوا يا جماعه. different hobbies، الهوايات المختلفة. مش شرط تتكلم عن هوايتك انت بس، ممكن تتكلم عن انواع الهوايات. يعني في هوايات مثلا في هواية القراية في الكتابة في الشعر في الرسم في مش عارف ايه، بس هوايتي المفضلة هي كذا وبعملها كل يوم كذا. طب يعني معلش اتكلم الاول بشكل عام عن الهوايات يا حسين وبعد كده خصص لي الهوايات بتاعتك انت. The story of طيب Heidi، قصة ستوري البنت اليتيمة دي برضو نفس الكلام. يعني أعمل فيها إيه مثلا؟ أكتب مثلا من قطع يعني ولا نعم. different hobbies
يعني مش فاهم. طب انا مش the story of هايدي، طب انا فيها ايه؟ القصة مش أنا لسه قاريها دلوقتي معاك؟ اه لخص. يا مش. هايدي دي بنت اه مالها؟ بنت يتيمة، ماشي. عاشت مع يتيمة بنتها. كانت بتحب تشوف الزهور كانت بتحب الزهور والمعيز. كانت بتتمشى مع المعيز وجدها، وتعرفت على ولد اسمه بيتر. بيتر ده صاحبها. جت عمتها خدتها للمدينة، هي ما حبتش المدينة وكانت عايزة ترجع لجدها كده. يعني عايشة في المغامرات. اه. جميل. ميس عندي نعم. رسالة في الجامعة عشان أروح أخد دواء. اوكي. طب واضح ميس ان هي انتوا different. تعبانين الحصة دي. انا كنت هشرح المطالع البسيط بس، خليني نبدأ بيه الحصة الجاية ان شاء الله. طيب يا إن شاء شباب. الله. لا انا طب قايله. ميس معلش، انا هي قايله different hobbies يعني. الهوايات المختلفة. هو احنا كلنا عندنا نفس الهوايات؟ لا. اه لا. مش. شوفوا بقى ايه الهوايات يا جماعة. يعني ايه هواية اصلا؟ انتوا اصلا مش عارفين يعني ايه هواية. دي مصيبة. هوبي. أنا عارفة. يعني ايه اصلا هواية؟ و يعني هواية هواية بس يعني حاجة أنا بعرف أعملها كويس مثلا السباحة. حاجة حاجة something أنا أنا بعملها بفضل you بحب. أعملها. enjoying حاجة أنا بعملها when you بحب. do it. حاجة أنا بستمتع لما بعملها. شيء انت بتستمتع بيه وانت بتعمله. الهواية. بحب أطبخ. أو مثلا حاجة بحب بعملها أطبخ. بحب أنا بحبها. ايوه بتستمتع بيها. هاتوا لي أنا بيج. بحب أطبخ يا ميس. شباب، هاتوا لي بيج 31. صفحة لا 30 واحد. الاول. 31 اكتبوا عليها هوم ورك وهاتوا لي 30. يبقى انتوا كده هتكتبوا لي 3 باراجرافز. ماشي يا يا مش ميس 30. صفحة. ولا صفحة بلاش يا مش. بلاش بلاش. هاتوا لي 30، ما تكتبوش 31 هوم ورك. اشطبوا على 31 هوم ورك. سيبوها. الحمد لله. همتحنها لكم الحصه الجايه ان شاء الله. سيب لي 30 31 سيبها لي. مش أنا 30 حاليا. هي الواجب. هات لي 30 بس. لا، ما 31 مش واجب. هات لي 30 يلا عشان تمتحنوا. تمام. سؤال الاستماع لما باجي احله بقرا الاول اسئله الاستماع، وبعد كده بسمع القطعه من المس، وبعد كده ببدا احل. What's your favorite sport? Basketball, tennis, football, hockey. When do you play basketball? On Fridays, on Mondays, every day, on Sundays. امتى بتلعبها بقى؟ هو يقول لك في القطعه وهي بتتقري. Who do you play it with؟ بتلعب مع مين الرياضه بتاعتك دي؟ My father, my mother, my sister, my friends. Basketball is a or an sport. Boring, easy, interesting, hard. اسمع بقى معايا القطعه، بعد كده ابدا حل. يعني كده دلوقتي اهو قريت معاك الاسئله، اقراها انت كمان مره دلوقتي اهو، وبعد كده ابدا حل يا شباب. ميس هو ده الامتحان. اه هو حضرتك أول سؤال احنا هنحله، والتاني حضرتك هتقوليه لنا ولا حبيبتي، ايه؟ السؤال الاولاني ده استماع. مش انا قريت معاكم 1 و2 و3 و4 فيه؟ اه. اه. هتسمعوا دلوقتي قطعه وتجاوبوا على اساس القطعه اللي انتوا هتسمعوها. انما بقيه الاسئله انا مش هقرا معاكم حاجه، انتوا هتقراوا وتحلوا. هو السؤال الاولاني عشان استماع لازم تسمع قطعه الاستماع. هتحلها ازاي وانت مش عارف القطعه؟ بقرأوا الاسئله مره تانية وركزوا بقى في قطعه الاستماع اللي انا بقراه. I like sports. I play basketball on Mondays. I like basketball. I play basketball on my days. It's my favorite sport. I play it with my friends. I play it with my friends. It's interesting sport. It's interesting sport. هقولها مرة تانية. معلش. هقولها مرة تانية. لا مرة ثانية يا ميس. I like sports. I play basketball on Mondays. مسكت على طول. حضرتك بس لسه سؤال كام؟ حبيبي انا في اول سؤال بقرا لك القطعه عشان تحل الاختيار اللي عندك ده. انتوا في ايه يا جدعان؟ أنا قطعة ميس. أنا قطعة. مش عندك يا حبيبي، انت بتسمعها وبعد كده تحل التشويسز. اه تمام. I like sports. I play basketball on Mondays. I like sports.
I play basketball on Mondays. On Mondays. It's my favorite sport. I play it with my friends. I play it with my friends. With my friends. It's an interesting sport. It's an interesting sport. خليتها يا مس. خلاص؟ يلا حلوا بقى الصفحة وصوروا وبعتوها. هو معلش يا ميزة، أنا ينفع بس أسأل سؤال؟ اسأل. هو الامتحان بتاع الترم يعني هل كده يا ميس يعني هيجيب لي كده المحادثة على طول كده من غير ما يجيب لي كلام هو ده شكل من الامتحان. فوق؟ هو ده شكل الامتحان يا حسين. هو ده شكل الامتحان بتاع آخر السنة. حلوا ما تضيعش وقت. يلا. عشان كده انا بدربك عليه، عشان كده بقول لكم كل حصة هتمتحنوا.